السلام عليكم، ازيكم حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدًا، صباحكم زي الفل، صباحكم معطر بذكر الله. أول حاجة كده صحينا بقى ونزلنا نواجه الحر ونعاني. ربنا يا رب يلطف بينا ويجيرنا من حر جهنم بإذن الله. النهارده كان عندي مشوار للجامعة، وعاوزة أقول لكم أنا بقى لي تقريبًا من وقت ما نزلت وأنا ما نزلتش الجامعة. وباخاف أصلًا أنزلها بسبب الحر. الحر بيبقى صعب أوي، فربنا يا رب يلطف بينا. وكمان الدنيا كانت مشبورة أوي، اللي هي شبورة بدرجة وحشة. فقُلت بقى أتوكل على الله ونزلنا كده. قولوا لي بقى عاملين إيه في الحر وفي الرطوبة العالية، وبرضه كمان في الكهربا اللي هي بتقطع كتير أوي دي. مش عارفة والله، يعني حاجة صعبة، بس ربنا يا رب يرحمنا ويلطف بينا. أول حاجة بدأت بيها كده إن أول ما صحيت وأول ما فتحت عيوني أصلا توكلت على الله ونزلت الجامعة، وشايفين المنظر الجميل ده. يلا بقى هنقول بسم الله ونشوف بقى يومنا هيمشي. وكالعادة يا سادة دايما بنيجي متأخر، بس الجو حر جدا بصراحة، يعني مكانش ينفع إن احنا نطلع قبل كده يعني. عاوزة أقول لكم انتوا كويس أوي إن انتوا سامعين صوتي، يعني أنا تقريبا بقالي 3 أيام ما خرجتش من البيت وما قمتش أساسا من السرير، فالحمد لله. عاملين ايه في الجو الحر والرطوبة العالية الأوفر دي؟ بصراحة النهاردة عالية أوي الرطوبة، هو الواحد بيبقى مفرهد وبيخرج الشارع بيفرهد أكتر. الدنيا صعبة جدا. الحمد لله، إن شاء الله اليوم يبقى لطيف ويعدي على خير وما نفرهدش أكتر من الحر بتاعنا. في البداية نهنئ أنفسنا ونهنئ الحضور بحلول عام هجري جديد أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، ويا رب إن شاء الله تكون سنة خالية من الأوجاع، وسنة كده يعني نحقق فيها الآمال وترتفع فيها الأمة بإذن الله، وتتقصى فيها كل الآلام اللي احنا شفناها بإذن الله. في البداية طبعا بنرحب بكل الحضور وبنرحب بالمنصة الكريمة، وهنبدأ فعالية المناقشة. زملائي الأعزاء الأهل والأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بنعم الخير وحلول عام جميل. يسعدني ويشرفنا معنا على حضراتكم ملخص الدراسة الخاصة بي وموضوعها فعالية جماعة أصدقاء بيت العائلة المصرية في تحقيق أهدافها. مشكلة الدراسة. عرض المجال المدرسي من المجالات الهامة في ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية بصفة عامة، في ممارسة طريقة العمل مع الجماعات بصفة خاصة. حيث أن هذا المجال يتعامل مع شريحة كبيرة من أفراد المجتمع في مراحل متعددة في أصدقاء بيت العائلة المصرية وتحقيق أهدافها، ويتحقق ذلك من خلال الجهود الفرعية الآتية. من المتوقع وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين فعالية برامج جماعة أصدقاء بيت العائلة المصرية وتنمية الاتصال والحوار الإلكتروني. من المتوقع وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين فعالية برامج جماعة أصدقاء بيت العائلة المصرية وتنمية التسامح الثقافي والفكري الإلكتروني. على اكتسابه ونقده وأنا عليه بتوفيق نفسي وحمده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله. هذه الخلق جميعا إلى منهاج الحق ورسوله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فربما يعرف الإنسان مع رب الجميل إلى ذوي الفضل والعرفان على الكلمات المهذبة والجمل المنمقة توفي هؤلاء حقهم، فليس الواصل بالكبار. إذا علم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من يعرف عن الوفاء عليه أن يقول جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا كل من ساعدني ولم يبخل علي بنصح أو توجيه. وأخص بذكر أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور، ويبقى شكر من أمره الله تعالى وشكره ما معه، وتعرف كلمات الشكر والمديح والثناء على أن تكريم حقائنا، فأشكر الذي علمني معانا الصبر وقبل ومن تحت قدميه، وأحمد له صنيعا داعيا للمولى عز وجل أن يحفظه ويكرمني في عمري العزيز. وأشكر من حملتني وهنا على وهن وما زالت اليوم تحمل عني همومي وتخفف عني وقتها، وأحمد لها صنيعها وقبل ومن تحت قدميه داعيا للمولى عز وجل أن يحفظها ويكرمني في عمري العزيز. كما يخص بالحب والاعتزاز والاهتمام اخوتي واخواتي الاعزاء الذين قدموا لي من عون وتشجيع ومسانده صديقه، فلهم كل الشكر والاحترام وجزاهم الله عني خير الجزاء. الحضور الكريم اساتذتي واهلي واصدقائي، لو اتسع المقام لذكرتكم جميعا لكم مني كل الشكر والاحترام والتقدير وختاما. والحمد لله الذي له العزه والجلال وله القدره والكمال،
إن هذا كل البشر يعتريه النقص والعجز، ولقد بذلت كل ما في وسعي في سبيل إنجاز هذا العمل على أمير المتواضع، فإن كنت قد أصبت فمن الله من فضل وامتنان، وإن كنت قد أخطأت فسبحان الله له الحكمة والبيان. خلصنا عقبال يومنا ان شاء الله. بصراحه اليوم كان حلو يعني، حسينا ان احنا استفدنا مع ان الجو حر جدا، يعني احنا قاعدين جوه تحت التكييف برضه الجو حر، فكده مش عارفه نعمل ايه. تقريبا هنروح كده. طبعا بما انكم عارفين ان انا بعشق الرفايع وبعشق ان انا ادخل محلات الادوات المنزليه، فدخلت كده. طبعا ما ينفعش ان احنا نروح كده على طول، ما ينفعش، لا، طالما في طريق لمحل ادوات منزليه لازم ندخل اللي هو نبص على الرفايع نطمن نشوف اخبارها ايه. بس بجد عاوزه اقول لكم المحل ده تحفه، يعني انا دخلته قبل كده من تقريبا من سنه. وجبت منه شويه حاجات كده بسيطه، بس ما كنتش مركزه قوي مع الرفايع، وبجد شفت حاجات جميله قوي وحاجات انا اول مره اشوفها حرفيا، وحاجات بتنفع البنات جدا في الرفايع، واللي هي عارفين الحاجات اللي بنتوه فيها دي وبنحتار وما بنعرفش نجيبها. فجبنا كده شويه حاجات بسيطه كده وبعدين بقى خرج. اقول لساره هو احنا نروح الشقه دلوقتي نعمل ايه؟ لسه بدري، الساعه 2. احنا مش متعودين يعني ان احنا مثلا ننزل من الشقه الساعه 10 ونرجع الساعه 2، بدري قوي. ده اللي احنا طلعنا بيه من محل الادوات المنزليه. عاوزه اقول لكم حاجه صغننه قد كده، بس المحل جميل ما شاء الله، يعني في حاجات كتير. بفكر ان انا ليا راجع ليه تاني، في حاجات رفايع كتيره قوي نازله جديد شكلها شيك، وفي نفس الوقت كمان انا ما كنتش اعرفها بصراحه. فالواحد لما بيلف في الاماكن دي بروقان كده وهدوء، فبيفتكر حاجات كتيره هو مش عارفها وهو ناسيها وكده. عاوزه اقول لكم برغم الحر بس الشارع زحمه جدا، والشارع اللي احنا كنا ماشيين فيه ده كان هادي، ف المشي والهدوء بيذكر حاجات كتيرة. بقالنا 13 سنة نفسنا ناكل بقسماط، فسارة واقفة في المحل بتجيب بقسماط، فبقول لها هو ده اللي هيأخرنا. الراجل موقفهم طوابير كأنهم في سكيل المدينة، بقول لها هو ده اللي هيأخرك يخليكي تروحي الساعة 3 والساعة 4 زي ما هي عاوزة تروح. يعني مش فاهمة احنا ليه بنشقي نفسنا يعني؟ والله العظيم تحت الشقة عندنا مخبز، بس مش فاهمة هي ليه بتشقي نفسها كده. هو يوم الجامعة يوم مرمطة العالمي. أنا لو بركب المترو عمري ما هلف كده في الشارع، وعمري ما هتعرض للحر ده. الله يرحم أيام المترو، كانت أيام جميلة والله قوي. طبعا انتوا عارفين ان انا مش بتوصف في موضوع الشوبينج، فكملنا بقى مشوارنا. قلنا بالمره بما اننا نزلنا يعني في الحر فهنجيب بقى طلباتنا كلها. جبنا الحاجات اللي هي شويه الرفايع من الادوات المنزليه دي، وبعدين بقى دخلنا كارفور، وكارفور بعيد قوي بصراحه، فقلنا بقى ايه يعني بما اننا خدنا المشوار فهنجيب بقى الحاجات اللي ناقصانا. وبصراحه كان عامل شويه عروضات جامده بجد يعني. فاول حاجه كده دخلنا عليها اللي هو الحاجات بتاعة المطبخ والمستلزمات الحلويات، البيكنج والفانيليا والحاجات دي، والدقيق برضو كمان كانوا عاملين عرض على دقيق الضحى. فدقيق الضحى معروف ان الضحى يعني حاجة جميلة ما شاء الله. فابتدينا بقى ان احنا نمشي كده وناخد جولة ونعمل شوبينج مش على السريع بصراحة، خدنا وقتنا شوية علشان نركز ونشوف هم عاملين عروض على ايه. وكانوا عاملين برضو كمان عرض على التونة، وما شاء الله العروضات بتاعتهم جميلة، وكل عروضاتهم على الأكل تقريبا، بس عروضاتهم حلوة. يعني جبنا طلباتنا بقى كلها، لأن احنا بنجيب طلباتنا يعتبر في حاجات منها شهريا وفي حاجات منها بالأسبوع، فجبناها بقى اللي هو بالشهر. هنا أنا كنت عاملة خناقة على اللي هو نقاش، بس انا قلبته بقى لخناقه ان انا مش عاوزه دولفين في التونه، عاوزه ماريو. بصراحه بحبها وبحس ان هي خفيفه اكتر من دولفين، وفي الاخر جبنا ماريو برضو. بس كانوا عاملين برضو كمان عرض على الكاتشب. والمهم عروضاتهم جميلة قوي وكانت كتيرة جدا علشان ما كنتش رغيت قوي. وبرضو كمان الفيديو ما طولش عليكم، انا عملت لكم يعني حاجات كده مقتطفات من كل مكان علشان الفيديو ما يكونش طويل. بس عاوزة اقول لكم عروض جميع فروع كارفور عروضاتها كلها وحدها، كلها يعني زي بعضها موحدة، وعروضاتهم جميلة بجد. كانوا عاملين عروضات على المكرونات، وعاملين برضو كمان على السكر وعلى الشاي وعلى اللبن، وفي في المنظفات وفي
المستلزمات يعني المستحضرات التجميل ما كانتش قوي، كانوا يعني العروضات اللي هم كانوا عاملينها كانت على الشامبوهات والحاجات والكريمات والحاجات دي، بس كان اكتر حاجة عاملينها على الاكل. يعني الاكل ما شاء الله عندهم عروضات جميلة بجد. يعني خدنا كده جولة فيه وجبنا الحاجات اللي احنا هنجيبها. بصراحة يوم الشوبينج ده بيريح خالص. وبجد عاوزة اقول لكم ما شاء الله يعني بنتعب نص يوم او يوم بس بنرتاح تقريبا الشهر كله حرفيا بجد. يعني حلو. احلى حاجة. فده كان يومي. بحبكم جدا في الاخر.